السلام عليكم ورحمة الله. كل عام وانتم بخير. لا ما تقدرش حاجة. خد على عينك يا هلا. يا شمس هلا من جهات الغرب، ولدي وراك ولا معاك بحرب؟ ولدي وراك ولدي معاك ولا وراك بحرب؟ عالضرب ماشيين في شمال ويمين بنقول امين ولا هنصحى يا شعب؟ يا شعبنا كعب العمل ليه كفيل، كفيل وده عشه وزلوم طويل، يلطش ويلطش زي ما تقول قول، والغول بينبش تحت نبع النيل، والنيل نجاشي ماشي نحو الشمال، يقول له احوت شرق اروي الجبال، يقول محال الميه تطلع فوق يا شعب فوق، ده انت اللي فوق يا خال، يا خال يا جايب للعرب فرخان، في الرجل تعبد عدل من صلصال، سنة اللي قال ان الذهب بترول مهما يطول تتغير الاحوال، احوال واهوال الزمن بس، والحلوة مخطب والدهب مزة يا غزة، لكن في الفلس والطين ذبح البطين، غزوا بكام غزة، غزة وغزوة والعرب عزوة، شربوا من الكاس اللي لا يسوى، بالناس وقسوتنا بتطرح شر، ده أرض ولا يا عرب غزوة، غزوة ونزوة للشباب الحر اللي شرب كاس النضال المر، لكن عصابة شر جات في الحال، أمرك محال هي سنة وتمر. أين الحقيقة يا إله؟ هل في مغارات الفلاح؟ أم في عيون العاشقين؟ أم في وجوه الدامعين؟ أم بين طيات السنين قد تنزوي تحت السقف، تحت التراوش والوشاوش والوله في غابر ومنابر ترقى لتبقى البلبله؟ وهل الحقيقة فلسفة أم أنها علم لنا لا ينبغي أن نعرفه؟ حتى إذا شاخ الجنين والشيخ أشعر رأس شيخ العارفين، وتبدل الحال المحال المنتهى، صعد المنابر ألف زنديق وتاه، فالدين أضحى سلعة تبتاع ما بين الهواه، والحق أصبح بدعة في عرف من أم الصلاة، والآه تصعد من حنايا القلب آه. أين الحقيقة يا إله؟ أين الحقيقة؟ عايزين نسمع بقى شعر شباب الشعر البدوي مع الشاعر أيمن وليد.